خطوه واحده بس هتعمليها هتنضف اي طاسه عندك فيها دهون، سواء جرانيت، تيفال، استانلس، الومنيوم. نبدا كده على طول، بس يا ريت قبل ما نبدا احب اعرف بتشاهديني من اي بلد. شايفين شكل الطاسه ما شاء الله؟ اول حاجه والخطوه الاساسيه اللي لازم نعملها، لازم نسخن الطاسه بتاعتنا كويس جدا على النار. زي ما انتم شايفين كده انا حطاها فاضيه على النار عشان تسخن كويس قوي، عشان ابدا اسخن الدهون دي فتطلع معايا بسهوله من غير بقى اي مواد كيميائيه. كل اللي هنستخدمه ملح، ليمون، وبيكربونات صوديوم، وهنضيف دلوقتي عليها خل. وهتلاحظي بقى فوران وفي دخان بدأ يطلع، وده ليه؟ لان الطاسه طبعا سخنه معانا. حتى الناس اللي بتعمل فيديوهات وبتبدا تنظف باي ماده كيميائيه لازم يسخنوا طبعا الطاسه الاول عشان تطلع معاهم ايه؟ الدهون بسهوله والفوران يبدا يحصل. هنبدا بقى دلوقتي ننظف الطاسه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان الخل بيخلي الصابون اللي في الاسبونشه اللي انا بغسل بيها، بيخلي الصابون ما يبقاش ليه رغوه. ليه بقى؟ الخل بيقطع الرغوه دي. فانا ببدا انضف زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي سخنه جدا على ايديا، سخنتها مرتين، دي المره الثانيه. هتلاحظوا كده ان انا سخنتها تاني عشان انضف كل الدهون. بتطلع معاكي سهل جدا ما دام سخنت الزيت اللي على الطاسه او الدهون اللي على الطاسه، فهتطلع معاكي بالسخونه حلوه قوي قوي. طريقه سهله وبسيطه ومش هتكلفنا اي مواد كيميائيه خالص ولا حاجه تتعبنا. اتمنى تشيروا الفيديو ده لكل حبايبكم.